يا ما حلا دلة أمي تسويها، تجلي عن الكبد حر سباب أحراقي، إن قبالت كني نور الشمس كاسيها، وإن أدبرت نصي ساعة شوفها اشتاقي، أحب شوفه وقلبي دوم مغليها، كملها ربي بحسن وزينة أخلاقي. الوالدان بابان للجنة مفتوحان. أيها الأبناء والبنات، الوالدان بابان للجنة مفتوحان، فهنيئا لمن كان عنده حيان، هنيئا لمن كان أبواه موجودان. هذا إياس بن معاوية بكى عند موت أمه، فلما سئل عن ذلك قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة؟ ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة؟ فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. من أراد الجنة، من أحب أن يمد له في عمره، من أراد أن يزاد له في رزقه ويبارك له في عطائه، فليبر والديه وليصل رحمه. هكذا هي التوجيهات النبوية، هكذا يقول لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة أصحاب الغار، قصة عجيبة لابن بار. اسمعوه يقول: عندما أطبقت عليهم الصخرة وتعاهدوا وتنادوا بأن يدعوا الله بأحب وأخلص الأعمال لديهم، وإذا به يقول: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. الله أكبر، حتى طلع الفجر. فإن كنت يا الله تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. إنه الإحسان للآباء، فأين الأبناء؟ أين من يريد إجابة الدعاء؟ لقد كانت حفصة تترحم على هذيل ابنها، فقد كان يعمد إلى القصب أي إلى الحطب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان فيؤذي أمه عندما يوقد لها لتتدفأ في الشتاء. سبحان الله، يخاف أن يؤذيها الدخان، يخاف عليها من مجرد الدخان. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان، البر والصلة بالآباء والأمهات. قال أنس بن النضر: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، فذهب فجاء بشربة فوجدها قد ذهب بها النوم، فوقف بالشربة عند رأسها حتى أصبح، مخافة أن تتنبه تريد الماء وهو نائم. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان. قال أبو بكر بن عياش: ربما كنت مع منصور بن المعتمر في منزله جالسا، فكانت تصيح به أمه، وكانت فظة غليظة، تقول: يا منصور، يريدك ابن هبيرة الوزير على القضاء فتأبى. قال: ومنصور واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها أدبا. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان. كان حيوة بن شريح يقعد في حلقته
يعلم الناس مع طلابه مع جمهرة الناس، فكانت أمه ربما فتحت عليه الباب وهو مع الناس فتقول له: قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج، قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج. قال: فيقوم ويقطع حلقة التعليم طاعة لها، ويخشى أن يؤخر ذلك قليلا فيكتب عاقا لها. ألم يسمع هؤلاء أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ فكيف بمن شتمها وضربها؟ بل كيف بمن قتلها؟ نعوذ بالله من الخذلان والخسران. لكننا نعرف ونسمع عن صور كثيرة كثيرة، بل هي الأصل بفضل الله تعالى للبر بالآباء في زماننا، صور مشرقة، صور مضيئة لأبناء وبنات بررة. هذا شاب مرض أباه 11 سنة، لازمه الشاب بالخدمة، رفض الزواج خشية أن يشغله عن خدمة والده والعناية به حتى توفي والده، ثم قدر الله أن تمرض أيضا والدته، ولها الآن 13 سنة وهو مرابط عندها رافضا للزواج تفرغا لرعايتها. نسأل الله له التوفيق وعظيم الأجر وسعة الرزق والزوجة الصالحة والذرية النافعة. تسألني إحدى الفتيات تقول: أقوم بدلك جسدي أبوي بما يسمى بالجلوسيد، فهل غسل يدي بعد دهنهما يعد من العقوق؟ فهل غسل يدي بعد دهنهما يعد من العقوق؟ أحب شوفها وقلبي دوم مغليها، كملها ربي بحسن وزينة أخلاقي، ربي جعل جنته من تحت رجليها، من عظمها زاد حبه داخل أعماقي. لو ضاق صدري وضمتني بأيديها، يا روحي ما أحس به في داخلي ضاقي، لو روحي فدواه لها ماني مجازيها، يا كيف أغطي بديني نور الإشراق. لو ضاق صدري وضمتني بأيديها، يا روحي ما أحس به في داخلي ضاقي، لو روحي فدواه لها ماني مجازيها، يا كيف أغطي بديني نور الإشراق. يا ما حل دالة أمي تسويها، تجلي عن الكبد حر سبب أحراقي، إن قبلت كني نور الشمس كاسيها، وإن ادبرت نصي ساعة نشوفها اشتاقي. يسهر على راحتي والنوم جافيها، لو بكي دمع بك الدم من أشواقي، حب صدوق وصادق في معانيها، قلبي على شوفها بالحيل تواقي. يمه دخلك عن الدمعة وطاريها، لا شفتها فوق خدك كنها ساقي، كن السما ضاقت بنفسي وراضيها، مالي مقرن بها لولا الله الباقي. كل تغزل ولكن ما يسميها، وانا بقول ان امي اخر اشواقي، ادعي نهاري عسى ربي يخليها، عساه يومي قبل يوم بفراقي. يا ما حل دلة امي تسويها، تجلي عن الكبد حر سبب. جوال الخير، جوال الخير، عطاء متجدد، عطاء متجدد. ساعة نشوفها اشتاقي، واخر كلامي يا مزعل امك ارضيها، ان كانك تخاف في يوم الساقي بالساقي، ولا حياتك ندم لا تعدي ماضيها، هذا كلام كتبته وجفت اوراقي. يا ما حل